ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل الباتيه المورق بطريقه اكبر المحلات بالظبط، وازاي نجيبه زي اللي بيكون جاهز وزي اللي بيكون مع قطع الجاتوه في العلب. شايفين ما شاء الله الطبقات وشايفين التوريقه بتاعته ما شاء الله، مش مكتوب معايا ومش معجن، وهنعمله بالطريقه المظبوطه لاول مره. عندنا 4 كوب من الدقيق، ويفضل دقيق متعدد الاستخدامات، وعندنا 2 معلقة كبيرة من السكر العادي الابيض الناعم او سكر بودرة عادي، وعندنا 2 معلقة كبيرة من الزبدة، وعندنا معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوب من الماء الدافئ، و3/4 كوب لبن دافئ. او ممكن نحط الاتنين زي بعض، يعني ممكن نعمل الكوب وربع لبن على ماء يكونوا دافيين. هننزل بالدقيق وبعد كده هننزل بباقي المكونات زي ما انتوا شايفين، وعندنا ربع معلقة صغيرة من الملح، وهقلب كله في بعض كويس جدا، وهفضل اعجن في العجينة لمدة 10 دقايق لحد ما تكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اسيبها على جنب تخمر لمدة ساعة، وبعد ساعة هبدأ اجيب العجين بتاعي بعد ما تضاعف حجمه كده، وهبدأ احطه على الرخامة، واجيب سكينة او قطاعة، وهبدأ اللي انا اقسمه ل4 كرات زي ما انتوا شايفين. هبدأ اقطعه ل4 كرات، وهبدأ اللي انا اشيل كل قطعة من العجين واقفلها كويس جدا والمها كده، اهم حاجة القفلة من تحت، وهرصهم على جنب كده. وهبدأ بقى اللي انا احضر الطبقة الاولى زي ما انتوا شايفين، هفردها كده بالمردانة او بالنشابة. وعندنا نص كوب من الزبدة يكون خارج من التلاجة، يكون بحرارة الغرفة، وهبدأ اعمله بايديا كده زي ما انتوا شايفين. دي اول طبقة. هخلص ال4 طبقات بنفس زي ما انتوا شفتوا كده. هبدأ بقى اقسم العجينة نصين كده، وهبدأ اجيب النص ده على الوش التاني زي ما انتوا شايفين، زي ما انا قلبته كده، وهبدأ بقى اريحه على جنب في كيس لمدة 10 دقايق، كيس تلاجة. وبعد كده هبدأ اللي انا افرد بيه زي ما انتوا شايفين كده. بدأت افرد العجينة، وهبدأ اللي انا اقطعها كده قطع مستطيلات زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى احط اي حشوات بقى، جبنة بيضة، جبنة رومي، جبنة موزاريلا، اي حاجة انتوا بتحبوها، نوتيلا، شوكولاتة. وهبدأ اللي انا الفها رول كده واحطها في صينية زي ما انتوا شايفين. وبعد ما خلصت الكمية ورصيتها في الصينية هسيبها ترتاح تاني ساعة، واغطيها بفوطة كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما خمرت معايا هبدأ بقى اللي انا اشغل الفرن بتاعي على حرارة 200، وهبدأ اجيب معلقة لبن عليها معلقة بن او معلقة قهوة، وهبدأ كده اللي انا اجيب رشة من السمسم الابيض على رشة من حبة السودا زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت ادخلها على فرن على حرارة 200، شغلاه قبلها بنص ساعة. شايفين ما شاء الله حجمها في الفرن وكده. بعد ما خلصت بدأت افتح عليها الشواية على الهادي. هبدأ بقى اللي انا ألمع وشها بزبدة، معلقة زبدة سايحة، وهبدأ اللي انا اغطيها كده في فوطة اسيبها 10 دقايق او ربع ساعة. شايفين ما شاء الله شكل الطبقات وشكل التوريقة بتاعت الباتيه ما شاء الله، بطريقة اكبر المخابز الكبيرة والمحلات بتاعت الجاتوه. شايفين ما شاء الله توريقة الطبقات. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتشجعوني وتدعموني، وهستنى رأيكم في التعليقات.